الرجاء البيضاوي راجا كلاب أثليتيك هو ناد رياضي مغربي يعتبر من أبرز وأشهر الأندية في القارة الأفريقية والعالم العربي. تأسس في 20 من مارس 1949 بمدينة الدار البيضاء، ويشتهر بلونه الأخضر والأبيض. يلقب الفريق باء النسور الخضر، ويعد من الأندية الأكثر تتويجا على المستوى المحلي والقاري. أبرز الإنجازات: الدوري المغربي، فاز الرجاء بالدوري المغربي الممتاز عدة مرات. كأس العرش، حقق الفريق هذا اللقب في عدة مناسبات. دوري أبطال أفريقيا، فاز الرجاء بهذا اللقب 3 مرات. كأس السوبر الأفريقي، حققه مرتين. كأس الاتحاد الأفريقي، فاز به عدة مرات. كأس العالم للأندية، حقق الرجاء إنجازا كبيرا بوصوله إلى المباراة النهائية في 2013 حيث لعب ضد بايرن ميونخ الألماني. جماهير النادي، تعرف جماهير الرجاء بوفائها الكبير وتشجيعها الدائم للفريق في كل المباريات. تلقب الجماهير باء الكور فاسود، وهي من بين أكثر الجماهير إبداعا في العالم من حيث الأهازيج والتيفوهات. الرجاء البيضاوي لا يعتبر فقط ناديا رياضيا، بل يمثل رمزا للمدينة وللروح الجماعية للدار البيضاء، وله تأثير كبير في الساحة الكروية المغربية والأفريقية. الرجاء البيضاوي هو ليس فقط أحد الأندية الأكثر تتويجا في المغرب وأفريقيا، بل يتمتع بتاريخ عريق ومكانة خاصة في قلوب عشاق كرة القدم. النادي يشتهر بأسلوب لعبه الهجومي والممتع الذي يجذب الأنظار، وهو من الأندية التي تركز على تنمية الشباب وإنتاج مواهب كروية مميزة. تاريخ النادي: تأسس الرجاء البيضاوي في ظروف اجتماعية وسياسية خاصة بالمغرب أثناء فترة الحماية الفرنسية، وكان الهدف من إنشاء النادي هو إعطاء الشباب المغربي فرصة للتعبير عن قدراتهم في رياضة كرة القدم. النادي كان رمزا للمقاومة الوطنية، حيث كان يمثل جزءا من الهوية المغربية ضد الاستعمار الفرنسي. المنافسات المحلية: الدوري المغربي الممتاز، البطولة الوطنية، يعتبر الرجاء أحد الفرق الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري، حيث ينافس بشكل دائم على اللقب. لعب الرجاء أدوارا حاسمة في تاريخ الدوري المغربي بتقديم مباريات مثيرة أمام الفرق الكبرى في المغرب، خصوصا منافسه التقليدي الوداد البيضاوي في الديربي البيضاوي. كأس العرش: الرجاء من الأندية التي حصدت لقب هذه المسابقة التاريخية عدة مرات، ويعتبر هذا الكأس رمزا مهما للكرة المغربية.